السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الصحف العالمية تتغنى بالجزائر وذكاء النظام الحالي بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، الذي نجح في استغلال الأوروبيين للنهوض باقتصاد بلاده في ظل الأزمة الراهنة التي اجتاحت العالم بأكمله. فقد أعلنت الجزائر أنها حصلت على 3 ملايين دولار من الصندوق الأخضر التابع للأمم المتحدة بهدف محاربة التغير المناخي، حيث تتسبب هذه الظاهرة سنوياً بخسائر مادية وبشرية للبلاد على غرار الحرائق والزلازل وغيرها. وفي ذات السياق أيضاً أشادت الصحف الدولية بالإيرادات الهائلة التي حققتها الجزائر خلال الفترة الأخيرة، لا سيما بعد استلام 700 مليون دولار من الشركة الفرنسية، حسب ما أكد توفيق حكار الرئيس التنفيذي لشركة سوناتراك الجزائرية للطاقة إن إيرادات الجزائر من النفط والغاز المسال في الأشهر ال5 الأولى من هذا العام الجاري بلغت 21 مليار دولار، بزيادة 2% عن الفترة نفسها من العام الماضي، مطالبا جميع الشركات الأوروبية بالاستثمار في الجزائر إذا أرادت المزيد من الغاز الجزائري المسال. وفي الأخير شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.